بشوية دقيق وحبتين بطاطس هنعمل احلى مقرمشات الشيتوس. مقرمشات سهلة ولذيذة وجميلة جدا، وانسي المواد الحافظة اللي موجودة في الشيبسي والكراتين، وهنعمل حاجة في البيت بدون اي مواد حافظة وصحية جدا ومقرمشة ولذيذة جدا. اول حاجة معايا حبتين من البطاطس هقشرهم. بس يلا بقى الكل يحط لي لايك للفيديو وشير للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل له كل فيديوهاتي الجديده. بعد ما اقشر البطاطس بغسلها كويس جدا وبرجع اقطعها بقى. بقطعها مكعبات بحيث ان انا هسلقها فتتسلق معايا بكل سهوله وبسرعه جدا. يعني الوصفه كلها مش هتاخد معاكي 10 دقايق. بقطعهم كلهم مكعبات بالشكل ده، وبعدين بقى باخدهم اغسلهم. بعد ما غسلتهم كويس جدا كده بصفيهم بقى من المية. وبعدين بقى بجيب حلة وهحط فيها البطاطس، وهجيب شوية مية واحطهم على البطاطس لحد ما اغطيها، وبحطهم على البوتاجاز لحد ما يستلقوا معايا كده، يستلقوا يعني سلق كامل عشان لما اهرس البطاطس تبقى ناعمة معايا جدا. بعد ما سلقتها بالشكل ده كده انا ما حطيتش ملح ولا حطيت اي حاجة خالص. بجيب بولة واحط بقى صف البطاطس واحطها في البولة بالشكل ده. مقرمشات كده حاجة يعني بصراحة لذيذة، وهتعملها في البيت نظيفة وكمان بدون مواد حافظة، يعني حاجة حلوة كده للأطفال. بهرس البطاطس كويس جدا لحد ما تبقى ناعمة معايا خالص وتبقى كريمية خالص بالشكل ده. وبعدين بقى بجيب نص كوباية من النشا، ونص كوباية من الدقيق، ربع معلقة من الملح، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة يعني نص معلقة كده من الكركم، ومعلقة كبيرة من بهارات الجبنة، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ودقيق ده دقيق الذرة. بحط كوباية ونص من دقيق الذرة، وبقلب كل المكونات كده مع بعضها. وبعدين بقى بحط بيضة، وبجيب كوباية من المية، بنزل بكوباية المية كلها، وابتدي اعجن فيها كده لحد ما الدقيق يختفي معايا خالص ويبقى قوامها متجانس معايا. اللي بيدينا اللون الاصفر ده دقيق الذرة، وكمان اللي هي نص معلقة صغيرة من الكركم بتدينا اللون، مع دقيق الذرة بيدينا اللون الاصفر الجميل بتاع المقرمشات بالشكل ده. ده قوام العجينة بتاعتي بيبقى مناسب يعني كويس، مش طري خالص كده ولا ايه ناشف خالص زي ما انت. وبعدين بقى كده بجيب كيس بلاستيك بتاع مطبخ، او لو كيس اللي هو القمع بجيبه وبحط فيه العجينة بالشكل ده. وبعدين بقطعه من تحت قطعة صغيرة كده، بعمل خرم صغير خالص عشان انزل منه المقرمشات بتاعتي بالشكل ده. يعني انا عاملاه بكيس مطبخ عادي، انت لو حابة تعملي بكيس مطبخ مفيش مشكلة، حابة تعملي باكياس اللي هي القمع اللي بتيجي من محلات الحلواني مفيش مشكلة. زي ما انتوا شايفين الزيت سخن، وبحط على طول المقرمشات بنزلها بضغطة بسيطة من ايديا بالكيس بالشكل ده. وبعدين بقى بحطها في الزيت وهي بتستوي معايا وبتاخد لون اصفر وجميل بالشكل ده. بتبقى النار هادية، بتبقي مهدية عليها النار عشان تطلع معاكي مقرمشة ولونها حلو معاكي، لان هي بتستوي بسرعة فتبقى معاكي النار هادية.
بتقطعي بالشكل ده وتحطيها، واول ما بتستوي بتطلعيها بالشكل ده. اظن سهله جدا خالص، وريحتها عايزه اقول لكم الريحه جميله جدا. انا عليت الاضاءه علشان اوريكم شكله، وكمان ازاي هو طالع مقرمش معايا وناشف وجميل جدا. بخلص كل الكميه بنفس الطريقه، وبرجع طبعا هوريها لكم دلوقتي. انا بحطها على مناديل مطبخ او مصفى زي ما تحب، عشان لو فيها زيت تنزل معايا. بحطها بقى في طبق التقديم. شوفوا مقرمشه خالص وناشفه وجميله جدا يعني بصراحه، وريحتها خطيره وريحتها خطيره خالص. شوفوا مقرمش معايا وناشف معايا، وده شكله من جوه هش جدا. بس للامانه يعني هو طعمه مش زي بتاع بره، بس هو طعمه حلو، لان بتاع بره بيبقى فيه مواد حافظه، فهو طعمه مش بيبقى زيه بالظبط، لكن طعمه لذيذ وكمان صحي جدا.